السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ساعات كتير بنبقى عاوزين نعمل وجبة سهلة ولذيذة وفي نفس الوقت تكون طبق رئيسي ما تاخدش وقت ولا مكونات كتير. وصفتنا النهاردة كباب الحلة بطريقة بسيطة جدا، اسهل وجبة ممكن تعملوها. هنقدم معاها كمان طريقة عمل الرز بالخضار، حاجة كده لذيذة زي اللي بناكلها بره وأطعم وألذ. كباب الحلة لازم يكون مكرمل مش محروق، والصوص بتاعه متوسط السمك، يعني مش خفيف زي المية وكمان مش تقيل زي المهلبية. تعالوا قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش لايك وشير للفيديو. أول حاجة هنبدأ بيها إننا نصدم اللحمة بتاعتنا. حلة على النار فيها معلقتين زيت وقطعة سمنة. أنا استخدمت سمنة وزيت لأن اللحمة بتاعتي ما فيهاش أي دهون، فحطيت سمنة علشان الطبق يكون فيه شوية دهون. ونزلت بقطع اللحمة تاخد لون خفيف وتتشمع من جميع الاتجاهات. أهم حاجة هنا إننا نختار نوعية اللحمة، يفضل ما يكونش فيها دهون وكمان تكون لحمة حمراء. ممكن تستخدموا لحمة ضاني أو لحمة عادية زي ما يعجبكم، وتكون قطع صغيرة بالشكل ده. على ما اللحمة تتشمع حضرت حوالي 5 بصلات كبار. قطعت البصل جوليان، أنا مستخدمة بصل أبيض في الوصفة دي لأنه بيتكرمل وبيدي طعم حلو ومسكر قوي للصوص، بخلاف البصل الأحمر بيكون مش مفضل خالص في الوصفة دي. أنا ما بحطش على كباب الحلة لا توم ولا بطاطس ولا فلفل رومي. كباب الحلة بصل ولحمة فقط، دي ألذ طريقة لكباب الحلة. أي إضافات تانية صدقوني ملهاش لازمة. نزلت بعد كده بالبصل على اللحمة، وكمان هنزل بالبهارات بتاعتي. البهارات عبارة عن نص معلقة صغيرة من القرفة. أنا استخدمت القرفة بتاعتي تست عالي للوصفة دي، ما تقلقوش منها. وكمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر والبهار المشكل والكزبرة الناشفة وورق لورا وحوالي 6 فصوص من الحبهان أو الهيل. هقلب بقى البهارات حلو جدا مع البصل واللحمة لغاية كده ما يندمجوا مع بعض، وبعد كده هغطيها واسيبها على النار لغاية ما البصل ينزل ميته ويدبل خالص معانا. أنا هنا حسيت إن اللحمة محتاجة شوية مية، فزودتها حوالي كوباية من المية السخنة، وكنت بتابعها من وقت للتاني، ولما أحس إن هي محتاجة مية كنت بزودها شوية شوية. يعني أنا زودتها حوالي كوباية ونص مية بس، وطبعا غطيتها وفي الآخر خالص ضبطت الملح بتاعي وسبتها على نار هادية جدا لغاية ما تكمل سواها. على ما اللحمة تستوي هنجهز الرز بتاعنا. حطيت شوية زيت زيتون في الحلة، وهنزل بالتوابل الحصى، قطعة قرفة خشب وورق لورا وحبوب الفلفل الأسمر الحصى وحوالي 6 فصوص قرنفل و3 من الحبهان. أول ما نحس إن ريحتهم كده تظهر ننزل بجزراية كبيرة مبشورة. هنقلب الجزرة حلو جدا مع التوابل دي، وأول ما لون الزيت بتاعنا يبتدي يغير وياخد اللون الأورنج بتاع الجزر هننزل عليه بحوالي نص كوباية من الذرة الصفراء. لو مش متاحة عندك الذرة الصفراء تقدري تستغنى عنها وتقدري تضيفي أي نوع خضار انت حباه. وكمان هنضيف عليه نص فلفل أحمر وأخضر مقطعاهم قطع صغيرة. الذرة والفلفل وأي نوع خضار انت بتضيفيه على الرز بيعطيله طعم وتست عالي جدا، وطبعا بيزود القيمة الغذائية للطبق بتاعنا. هنقلب الخضار لغاية ما ياخد من طعم وريحة التوابل. هننزل عليه بحوالي نص كيلو من الرز البسمتي المنقوع. أنا نقع الرز البسمتي في شوية مية دافية، وبعد كده هننزل عليه بالبهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا عبارة عن نص معلقة صغيرة من بهار الفراخ،
وكمان نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ونص معلقة صغيرة من الكاري، وكمان نص معلقة صغيرة من الكركم. هنقلب التوابل دي حلوة جدا مع الرز والخضار. انا عاوزة هنا الرز يسخن معايا وياخد طعم وريحة التوابل والخضار. انا هنا نسيت ازود الملح، هنزود معلقة صغيرة من الملح وهنظبطه، وهنقلب بقى الرز كده ونشوحه. انا عاوزة هنا الرز يوصل لدرجة حرارة عالية. دي الطريقة بقى والتكاية اللي بتخلي الرز معاكي مفلفل وطعمه وريحته خطيرة جدا زي رز المحلات اللي بناكله بره. بعد كده بزوده مية سخنة وهقلبه وهسيبه على نار عالية لغاية ما يتشرب المية بتاعته. أول ما يتشرب المية بتاعته بالشكل ده ههدي عليه النار واخليها شعرة صغيرة لغاية ما يكمل سواه. هيستوي زي الطريقة التقليدية لسوى الرز. شايفين ما شاء الله الرزاية سايبة التانية، مش ملزق في بعضه، وكمان مش معجن، وبجد ريحته قد ايه خطيرة. هو مش هياخد معانا وقت خالص في السوى ويكون بإذن الله جاهز معانا. شايفين ما شاء الله تبارك الله شكله وطعمه وريحته بجد خطيرة. دي طريقتي المعتمدة لعمل الرز الأصفر. وكمان كباب الحلة شايفين عامل ازاي. جربوا الرز الأصفر بالطريقة بتاعتي دي، صدقوني هتعتمدوها جدا وهيبقى طبقكم المفضل. شايفين بقى الجمال ده؟ لون كباب الحلة مش اسود، لونه بني كراميل كده شوية، واخد لون اللحمة لما اتشوحت في السمنة. والصوص شايفين قوامه عامل ازاي؟ بيكون طعمه حلو جدا. البصل الأبيض بيكون مسكر شوية وبيعطي طعم حلو جدا بكتير من البصل الأحمر. قدموه بقى بالطريقة اللي تعجبكم. طبعا سهل، مش بياخد وقت خالص ولا مكونات كتيرة. عبارة عن لحمة وبصل. البصل بيكون قد اللحمة، والطريقة دي هي أفضل طريقة استخدمتها في عمل كباب الحلة. الصوص يطلع معانا طعمه حلو وشكله حلو وكمان مسكر. اللحمة مستوية خالص زي الزبدة، والرز طعمه يجنن فوق ما تتخيله. ريحته قلب الدنيا، مفلفل وريحته تجنن. وبكده تكون وصفتنا خلصت. أتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير. دمتم بخير.